بعتبرش جانب ابدا. انا لما رحت وزاره السلوم يمكن الشرطه اللي موجوده والقيادات اللي موجوده لقوني واخد طريقي الى ليبيا، وعديت الحدود من غير ما ابلغ ولا اقول ان انا هروح انا هعدي الناحيه الثانيه. فلقيت الشرطه بتقول لي ده هنا مش عارف ايه، قلت له لا ده انا محافظ مطروح يعني، وعارف ان ده شعبنا كله، شعب ليبيا شعب نفس الصفات، شعب محترم. انا بكلم دايما علاقتي بالشعب، ماليش دعوه باي حاجه ثانيه. عشان كده انا رحت معدي الحدود على طول، فلقيت الخط على طول من القوات الموجوده بيا، وخدوا معايا صور تذكاريه، عشان فعلا اول ما دخلت قلت انا محافظ، فلازم ومعطين اول ما شافوا ان انا فعلا مش كاره، وان انا بعتبرهم جزء من مطروح، فان هم استقبلوني فعلا، وده كانت مفاجاه للجميع. فدي دلاله على ان انا عمري ما حطيت في الاعتبار ان احنا نقف جنب ليبيا، عشان هذه دوله من الدول مش الصديقه بس. شعب ليبيا امتداد لنا كلنا، فلازم وهم دول احنا لو ما كناش نبقى فعلا خايفين على بعض، امال مين هيخاف على التاني؟ الاستعمار هو اللي هيخاف علينا؟ ده كل دول العالم عايز ياخد خيراتنا. فلو ما كناش احنا والجانب الليبي واقفين وقفه الراجل واحد وكلنا بحب، مش حدش هيتمكن ابدا. انا مخلي عمده السلوم هو العامل موجود. عمده السلوم ايوه هو اللي بيتحرك، عشان انا متاكد ان هو تحركه يمكن يكون احسن واسرع من تحرك الجهات اللي دي قوات. لكن العلاقه اللي بيننا مش علاقه قوات، مش علاقه وزاره الداخليه، العلاقه العمده السلوم بعمده الجار له، وانا متاكد ان هم في علاقه طيبه، وانا متاكد ان هم بيحلوا مشاكل كتير من غير ان ناخد بالنا، عشان في حب من الطرفين. انتوا دخلتوا هنا العالم كله ممكن دلوقتي يعني ما يصدقش ان الوقت يتحرك ويعدي. وانا كنت بمر على يعني المدن اللي حوالينا، فقالوا لي ده كذا، قلت لهم ده بيتهم، يدخل يجي. ما ترددتش، ما قلتش ان انا هقول لي مش عارف مين ابدا. انا هنا وانا كنت سعيد جدا ان انتم، ده انا كنت عايز اعمل لكم حاجه بس يعني تبقى تغيير لكم في الجو وتغيير عشان تبقوا بينا. ففعلا اول ما قالوا لي قلت لهم انا مرحب وانا موجود في اي وقت، يعني موجود ولازم استقبله. دي صفاتنا ودي صفاتكم. فعشان كده الحمد لله احنا في ايدينا في ايد بعض، وهنتخطى كل حاجه. احنا الحمد لله هنا، الحمد لله محافظه مطروح انا خدتها من اقصى الشرق الى الغرب الى جنوب. انا رحت اماكن يمكن انت في مطروح ما رحتهاش. يعني مثلا عمده مطروح يمكن ما راحش المكان اللي انا رحته في الصغير وعناك، او في السلوم والوادي اللي رحناه تحت الهضبه اسمه ايه؟ منطقه الرابيه. منطقه الرابيه. وفي لسه من يومين كفيف اتصل بيا بالتليفون، كان تليفوني مع مطروح، وقال لي انا عايز اجيلك. قلت له تجيلي فين؟ قال انا عايز اجيلك. ده فين؟ قال لي انا غرب براني ب 20 كيلو. قلت له لا انا هجيلك. فهو ما صدقش، فاكر ان انا مش هروح. فرحت متصل بمدير الصحه قلت له ابعت لي القافله الطبيه
وانا كنت الحمد لله خدتها الحمد لله في محافظه مطروح. دلوقتي هيبقى لها قافله طبيه، مش بقى 3 محافظات، فباذن الله هتبقى محافظه مطروح ده القافله بتاعتها. فقلت له يروح الى هذه القريه وانا هاجي هناك اشوفها. لقيتها الحمد لله فاتحه. ولو اي حد من جانب جديد حصل اي موقف يتصل بيا، هنقف ونعالجه ونقف